آيات القرآن وكتاب مبين وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بها بقبس لعلكم تصطلون جاءها سليمان فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء وإني غفور رحيم تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إذا أتوا إلى وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهزمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون السماء ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فقال ما لي لا ألست أم كان من أو لعلنه قال يأتيني بسلطان مبين قال يأتيني بسلطان مبين غير بعيد فقال أحط بما لم تحس به وجدك من سبع بنبأ يقين وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
يسجدون يسجدوا لله الذي يخرج خفى في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم على سنن أسألك كنت من الكاذبين بكتابي هذا فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون يا أيها الملأ إني أوحي إلي كتاب كريم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم علي وأتوني مسلمين أيها الملأ أفتوني قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني نحن قوة وأولو بأس جديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون إني مرسلة إليهم هدية فناظرة بما يرجع المرسلون جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إليهم فلنأتينهم بجنود إلا ببلى لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعزها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ونكر لها عرشها منظورة تدري أم تكون من الذين لا يهتدون لما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا علما من قبلها وكنا مسلمين كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سر ممرد من قوارير رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون بالمدينة تسعة التي يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما جئنا متكاته وإنا لصادقون مكر ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون كيف كان عاقبة مكرهم
منا دمرناهم وقومهم أجمعين تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون الذين آمنوا وكانوا يتقون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وأنتم قوم تجهلون النساء وأنتم قوم تجهلون من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وله إلا امرأته قدرناها من الغابرين عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق أجل ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله فمن قوم يعدلون من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم إله مع الله قليلا ما يذكرون يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بالآخرة بل في شك منا بل منا عمونا الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وعدنا هذا نحن هنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين من قبل فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يجب لكم بعض الذي تستعجلون إن ربك ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون في السماء ونزلنا في كتاب مبين هذا القرآن يقص على بني أكثر الذي هم فيه يختلفون لهدى ورحمة للمؤمنين يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم على الله إنك على الحق المبين تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين بيد العمي ضلالتهم تسمع إذا مجوا من
مسلمون وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون كانوا بآياتنا لا يوقنون أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون يسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخلين الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الله الذي أحسن كل شيء إنه خبير بما يفعلون جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فهم وجوههم بالنار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله الرحمن الرحيم ميم تلك آيات الكتاب المبين موسى وفرعون بالحق لقوم